والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أولا أوصيكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. هذا ولدي محمد حفظه الله، أسأل الله أن يحفظه، وأسأل الله أن يجعله من علماء المسلمين، من علماء المسلمين. حبيبي اليوم فيه قحة أو كحة، أسأل الله أن يشفيه ويعجل بشفائه. بلغ العمر اليوم هذه 4 أشهر قاصر 8 أيام. 4 أشهر قاصر 8 أيام. حبيب قلبي حمودي، حبيبي أنت تعبان يا حبيبي؟ في قحة، أسأل لا تنسوه من صالح دعائكم، إن الله يشفيه وما يعيده في مرض مثل هذا. سأجيب الفائدة إن شاء الله في نهاية الفيديو، فائدة عن الأطفال وعن غذاء الأطفال وعن حياة الأطفال. حبيبي، حبيب بابا، حبيب بابا، أنت تعبان اليوم؟ أنت تعبان يا قلبي؟ أنت تعبان؟ أنت تعبان حبيبي؟ أنت تعبان؟ أنت تعبان؟ أنت مريض؟ أسأل الله أن يشفيك، أسأل الله أن يشفيك يا حبيبي، أسأل الله أن يشفيك، يشفيك شفاء عاجلا غير آجل. إن شاء الله تبخر وندرسك وتكون عالم وتكون حبيب. الله كم بحبك يا حبيبي، أحبك كثير، أحبك يا بابا، أحبك يا حمودي. إيش فيك؟ إيش فيك؟ أتدرس يا قلبي؟ تدرس يا بابا، تدرس يا بابا. قل لهم أوصيكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. قل للمشاهدين، قل لهم يا بابا، بابا حطيك في الأرض، ما تريد حضني، حطيك في الأرض يا بابا. بابا بابا بابا، حبيبي حبيبي، قول بابا، قول بابا، قول. ليش ما تتكلم اليوم؟ لماذا ما تتكلم؟ تكلم اليوم، تكلم. قل لهم على الكلام حقك الأول. قل لهم أروح من عندك. ليش لا تزعل وتتكلم؟ تزعل وتتكلم؟ أنت تعبان اليوم هذه. الله يشفيك يا بابا، الله يشفيك يا حبيبي، الله يشفيك. أسأل الله لك الشفاء. معليش يا حبيبي، معليش. أسأل الله لك الشفاء العاجل يا بابا. أجيب لك علاج. أبزك حمي. أنت بحضن البابا، حضن البابا. أنت تعبان اليوم، الله يشفيك. من الفائدة الذي أريد أجيبها لكم، يعني القحة عند الأطفال، يعني هي أمر مشكلة يعني للغاية. يعني ضروري استشارة طبيب. إذا في قحة ولد طفل تحت 6 أشهر أو تحت 8 أشهر أو تحت سنة، من الأفضل إنكم تشيلون عند طبيب، يعني طبيب أطفال أو استشاري أطفال. يعني
حتى بالصيدليات ما يجيب لكم علاج لهذا. لكن إذا كان كبير فوق السنة فعلاج القحة عسل وليمون. أفضل علاج للأطفال العسل والليمون للقحة. لكن تحت يعني فوق السنة، إذا بلغ عمره فوق السنة تجيبوا له هذا العلاج. وإذا كان تحت السنة ضروري استشارة طبيب ويجيب لكم دواء طبيب في الأطفال، يعني استشاري أطفال. وبك يا قلبي وبك، لا تخاف لا تخاف يا بابا لا تخاف. واليوم هذا قرأت من فوائد الجوافة. يقول لك إن الجوافة فيها فوائد عظيمة للأطفال. الأطفال حتى الرضع مو بك يا بابا، بس شو دقيقة يا بابا، دقيقة لا تخاف. أحطك في الأرض. من فوائد الجوافة يقول لك إنها من فوائد الجوافة إنها تجيب المناعة على الأطفال، وتجيب يعني وتقوي الأعصاب، وتقوي العين، النظر. العين هو كتب العين، ما أدري هي النظر إلا العين. وتقوي الجهاز الهضمي. الجوافة للأطفال حتى للرضع. يقول قال الاستشاري أطفال حتى الرضع يعني الجوافة تصلح، يعني لها فوائد لهم. ومن الأفضل إنه حليب الأم فوق كل شيء، لكن هو ده يعني زيادة فوق زيادة على حليب الأم. ولا حليب الأم هو أفضل شيء. حتى يعني يقول لك قال استشاري الطبيب أن حتى حليب الأم يعني علاج للقحة أو الكحة. بعضهم يقول للقحة وبعضهم يقول للكحة. يقول لك إنه يعني من أفضل العلاج حليب الأم. وإذا كان ولد طفل صغير يعني من الأفضل إنك جنب حليب الأم تطرحه في ماء ساخن يستنشق الهواء حق الماء. يستنشق الهواء حق الماء الساخن. يقول لك إنه يبرح الصدر للأطفال حتى لو كان تحت سن السنة. وهذا ما عندي، وجزاكم الله خير، واعذرونا على الإطالة.